لماذا يستيقظ بعض الأشخاص وهم متحمسون للذهاب إلى العمل بينما يجر آخرون أقدامهم بتثاقل؟ غالبا ما تكمن الإجابة في كلمتين: الدافع والمكافأة. هاتان العنصران هما في صميم إدارة الموارد البشرية، وإذا تم التعامل معهما بشكل جيد يمكن أن يغيرا وجه الشركة. نبدأ بالدافع. إنه ما يدفع الشخص إلى التقدم والاستثمار في عمله وبذل أفضل ما لديه. ومهمة إدارة الموارد البشرية هي تحديداً تنمية هذا الدافع لدى الموظفين. لماذا؟ لتحسين فعاليتهم وإنتاجيتهم ورغبتهم في البقاء داخل الشركة. وماذا عن المكافأة؟ هي ببساطة ما تقدمه الشركة مقابل العمل المنجز. راتب بالطبع، لكن ليس هذا فقط. المكافأة هي أداة قوية، فهي تحفز وتجذب الكفاءات المناسبة وتكافئ الجهود. بالنسبة للشركة تعني المكافأة المناسبة جذب أفضل المواهب والحفاظ عليهم والتميز عن المنافسين. أما بالنسبة للموظف فهي تلبي احتياجاته وتجعله يشعر بأنه مفيد ومعترف به وتساعده على التقدم اجتماعياً. لكن انتبهوا، تحديد الراتب ليس بالأمر السهل، فهو يعتمد على عدة أمور: المؤهلات، الشهادات، الكفاءات، وحتى المبادرة الشخصية. وهناك أيضاً قيود يجب احترامها، قيود اقتصادية، يجب ألا تتجاوز الإمكانيات المالية للشركة. وهناك قيود اجتماعية، يجب أن تكون الرواتب عادلة. وأيضاً قيود قانونية مثل الحد الأدنى للأجور، سمج أو سماجي. هناك عدة أشكال من التعويضات: الراتب الزمني وهو قائم على عدد ساعات العمل، الراتب حسب الإنتاجية المرتبط بالنتائج، الراتب مع الحوافز أي راتب ثابت بالإضافة إلى مكافآت، وراتب الجدارة الذي يعتمد على الأداء الشخصي. وليس هذا كل شيء، بعض الشركات تذهب أبعد من ذلك من خلال أشكال المشاركة، مثل نظام المشاركة في الأرباح والمساهمة في النتائج وخطط الادخار أو خيارات الأسهم التي تتيح شراء أسهم الشركة. في المغرب تستخدم العديد من الشركات هذه الأساليب. شركة ديسوي تقدم نظام مكافآت متغيرة حسب الأهداف. أما شركة ريزيدانس دار سعادة فتعتمد على التعويض حسب الأداء والجهود المبذولة. البنوك المغربية تقدم رواتب على أساس الجدارة مع مكافآت مرتبطة بتحقيق الأهداف. وتذهب مجموعة OCP إلى حد تقاسم أرباحها مع موظفيها من خلال خطة ادخار خاصة بالشركة. احفظوا جيدا هذه العبارة من أجل الامتحان. التعويض هو أداة استراتيجية للتحفيز يجب أن توازن بين القيود الاقتصادية للشركة واحتياجات الموظفين الاجتماعية من خلال استخدام أشكال متنوعة لتحسين الأداء. لأن في النهاية التعويض الجيد هو أكثر بكثير من مجرد دفع الأجور. إنه اعتراف وتحفيز وولاء وتنمية لكل من الشركة والعاملين فيها في الوقت نفسه.